فاكرين حلو المكشكشة اللي كان ترند رمضان اللي فات؟ انا النهاردة هعمله معاكم بحشوة الكاستر. يلا بينا هنحضرها سوا، واعملي لايك وسيف للوصفة عشان هتحتاجيها. بسم الله. بص يا ست الكل، اول حاجة انا جبت لفة من الجلاش، وهاخد ورقتين بورقتين، وسيحت كوباية من السمنة. هوزعها كويس جدا كده على الورقتين. الفرن شغال عندي على درجة حرارة 180. هبتدي اعملها زي الكرمشة كده، او على شكل المروحة. هو ده. هنجيب القالب بتاعي وهرولها كده زي شكل الوردة، وهكمل كل القالب اللي عندي بالشكل ده، بس هحاول اخلي فيه فراغات ما يبقوش ماسكين قوي في بعض. هوزع كويس جدا سمنة لغاية ما تديني اللون الذهبي، وكمان عشان تبقى مورقة كده وتبقى مش ماسكة في بعضها. هندخلها الفرن ربع ساعة تاخد لون ذهبي بس من تحت ومن فوق. يلا بقى هنعمل الكاستر. عندي بيضتين، نص كوباية من السكر، وعندي كوباية من الحليب، ومعلقة كبيرة من بودرة الكاستر، وطبعا فانيلا. هقلب كويس جدا لغاية ما اتأكد ان السكر داب معايا خالص. خرجنا الصينية من الفرن، وهنزل عليها الكاستر اللي انا لسه عاملاه زي الفل. هزيها شوية كده علشان تتأكدي ان هو توزع كويس. اي مكسرات بقى عندك حطيها على الوش. كان عندي زبيب اسود، وزبيب كده اللي هو البني العادي، وشوية من المكسرات. هندخلها تاني الفرن تاخد لون. انا بحبها متحرمشة شوية من فوق، حرمشتها من فوق وكانت لذيذة. تخرج بقى تسقيها بالشربات او بالحليب المحلى المكثف. بجد يا جماعة رهيبة. والشربات بيبقى عبارة عن كوبايتين من السكر، كوباية ونص من المية، وعصرة من الليمونة، ورشة من الفانيليا. وألف هنا وشفا مقدما.